السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كيف ما ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الحوته في الفران بحشوه جديده وكتجي صحيه ولذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم. نبداو على بركه الله بالمقادير، مكونات وطريقه التحضير. فاول حاجه كنبداو بها هي لا ماريناد. كنقطعوا الربيع بالكتره باش نديروا لا ماريناد تكون كثيره، هي اللي غادي نشرمل بها الحوته، و او ميم طون هي اللي غادي نطيب بها الحشوه اللي عندي، الحوت اللي عندي والمرافقه ديال الحوت. فكناخذ شي بول كندير فيه داك الربيع، القزبر والمعدنوس اللي قطعت، كنعصر عليه الحامض. ديجا الحوته تنكون غاسلاها وكنكون مسقطراها مزيان من الماء، وكنكون دايره ليها الحامض مزيان، يعني من بعد ما كتسقطر كديري لها الحامض مزيان وكتخلي داك الحامض تشربوا هذيك الحوته باش كتجي لذيذه بزاف. ومن الاحسن نشرملوها الا كنا غنديروها للغدا مثلا بحال اليوم، من الاحسن انها تشرمل بنهار قبل، يعني بالليل، باش تجيكم لذيذه. اولا الا جبتوها الصباح باغيين ديروها بالليل، يعني تشرملوها في الصباح وتبقى النهار كامل. فكنبدا بالعطريه. هنا كندير الملح، البزار، الخرقوم. ممكن من بعد منين تشرملوا الحوته ويبقى لكم غير شويه تقدروا تزيدوا مازال العطريه. دونك قلنا الخرقوم، شويه ديال السكينجبير عفوا، شويه ديال القزبر، تحميره. وهنا عندي العطريه ديال الحوت البيضاء والحمراء. يعني الحمراء كديروها للحوته فحال هكا، وبالنسبه للبيضاء كتكون ديال البسطيله. وهنايا درت الثومه بالزايد حتى هي قسمتها على جوج. وهنا كندير الزيت البلديه، كنخلط كل شيء. انا اللي بغى يزيد مطيشه الحك يزيدها، انا ما كنزيدهاش، انا كنشارك معكم هذاك الشيء كيف ما كنديرو. وهنايا جبت الحوته ديالي لان فاش كتكون كنخليها انا في الثلاجه ما كنجبدهاش صافي، وكنبدا نشرمل فيها. كتحاولوا تشرملوها مزيان باش تشرب هذيك العطريه وتجي لذيذه. ممكن تزيدوا حتى الزعتر ولا اليازير، حتى هو كيجي زوين مع الحوت، حتى هو كيتماشى مع الحوت. انا هاد المره ما درتوش حيت اكتفيت بالعطريه ديال الحوت. كيكون فيها هاد الاعشاب المنسمه. كنفتح الحوته من الفوق باش ندخل فيها هذيك العطريه، وصافي. هنايا كنعاود نرجعها كنعاود نرجعها حتى كنطيب الحشوه اللي غادي نديرها فيها، عاد باش كنجبدها كنرجعها للثلاجه. هنا هادشي اللي شاط ليا ديال لا ماريناد، كنزيد عليه عاود كنعصر عليه العصير ديال الحامض، كنزيد هذيك الثومه اللي بقات ليا، وصافي. وكنميلونجي مزيان لان انا درت العطريه بالزايد، وإلا بغيتو تزيدوا كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا. هنا كناخذ بصيله كنقطعها على هذا الشكل هذا مربعات،
كندير واحد جوج معالق كبار ديال الزبده. من الاحسن تكون زبده ديال العبار باش تجي لذيذه. وكنرمي هذيك البصيله كنشحرها فيها مزيان حتى كتهبط لينا. هذا هو البلي اللي استعملت، هو اللي غادي نستعمل في الحشوه. كنديرو غير شويه في الماء طايب، لانه في ساعه هو ديجا طايب، يعني في ساعه غير واحد قسمين هكاك 10 ديال الدقائق صافي وتنحيدوه نسقطروه. هنا زدت شويه ديال الكريفات والكالامار او السيبيا، وزدت عليهم هذيك لا ماريناد اللي كانت بقات ليا، زدت نص ديالها وخليت نص الاخر. بعد ما تشحرات واحد شويه زدت ورقه سيدنا موسى كنت نسيتها، زيدوها في الاول. هنا عندي الفطر درتو في الماء بارد وخليته، وهذا الفطر المعلب حتى هو زدتو. نتوما ليكم حريه الاختيار، ممكن ديروا غير واحد فيهم، تكتفيو بواحد فيهم. انا خلطتهم بجوج. وهنايا بعد ما سقطرت هذاك لو بلي درتو ديريكتومون حتى هو نشحرو مع هاد الحشوه مع هاد الكريفات ومع الحوت باش يطلق حتى هو اللذه ديالو. زدت واحد شويه ديال الزبده، هنايا راني زدت النص اللي تبقى ليا من هذيك العطريه باش تجي لذيذه. وهنا كناخذ صينيه ديال الفرن بعد ما طابت ليا الحشوه. كندير البابي الومنيوم هو الاول، كندير فوق منه بابي كويسون. وهنايا كندير دي رونديل ديال الحامض والفلفله ومطيشه، وكندير ورقات ديال سيدنا موسى. زدت شويه ديال الربيع، ممكن ديروا في بلاصه الربيع الكرافس. وهنايا زدت على هذيك الحشوه شويه ديال الصويا صوص. تاكدوا انكم انها ما تكونش ديجا مالحه، لان هذا الصويا صوص كيكون مالح. وصافي كنميلونجي وكنعمر به الحوته. هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، جربوها وغتشوفوا شحال زوينه. وكنبدلو تاني من الفيرميسيل ومن الروز اللي كنديرو ديما، وكتجي صحيه. صافي بعد ما عمرتها كنحطها على هذا الشكل هذا في اللاطه اللي غندخلها للفران.
كنحاول ندفع هذاك الشيء باش ما يطيحش ليا وصافي. وكنجمعها مزيان بالبابي كويسون من التحت ومن الفوق. كنزيد لها مازال البابي، وزدت هنايا نسيت الحامض عاد زدتو. زيدوا داكشي اللي درتوه من التحت عاودوا ديروه من الفوق، الا ما طيشه ما ديروهاش من الفوق باش ما تطلقش الماء. صافي تنكمدها مزيان على هذا الشكل، ونعاود ثاني ندير لها بابي الومنيوم اللي درتو من التحت، نعاود ثاني نرجعو عليها ونعاود نديرو من الفوق. وكندخلها للفران الطيب، يعني كنخليوها حتى كيقربوا يجيو الناس لان دغيا كطيب. كنوجدوا الحشو المرافق ديالها اللي غادي نرافقوا بها، اللي هو هنايا خديت الفلفله حمراء والخضراء مع مطيشه خليتها بالجلفه ديالها، ما كنحيدهاش. الا بغيتو تحيدوها نتوما حيدوها. هنا درت الثومه بالزايد، ودرت الربيع وورقه سيدنا موسى، وهنايا درت شويه ديال التحميره والعطريه ديال الحوت وديال يعني باش يجي المذاق ديال الحوت، وشويه ديال الكمون والملحه. وردوا البال حتى العطريه تاهي ديال الحوت كتكون تاهي مالحه. وزدت الزيت البلديه. هاد الحشوه هاد المرافق اللي غنرافق بها الحوته كتبغي الزيت البلديه. هنا زدت معلقه ديال الطماطم المعلبه، وكنحرك الكل حتى كيهبط ليا كلشي وكتشحر ليا عاد باش كنطفي عليها. انا بعد ما تشحرات ليا زدت هذاك اللي تبقى ليا من الحشوه، خليت منه يعني خليت واحد الطبيصيل منه، هو اللي زدته هنايا مع هذيك الحوت باش يطلق هذيك البنه ديال الحوت في هاد المطيشه والفلفله اللي طيبت. باش ما تجيش غير هكاك ما فيها لا حوت لا حتى شي حاجه، هكا كتعطي فيها البنه ديال الحوت حتى هي. وبالطبع الحوت كيطلق فيه هذيك البنه مع الفلفله الحمراء كتجي لذيذه بزاف. هنا بعد ما طابت ليا الحوته خرجتها من الفران وحطيتها في لاطا، وحطيت هذيك باش غادي نرافق الحوته حطيتها في الجناب على هذا الشكل هذا. نتوما ممكن تحطوا كيف ما بغيتوا، غير المهم انا وريتكم اشنو درت بالضبط. المهم هو انها كتجي لذيذه بزاف. وديجا وجدت معاها سميتو سالاد وزعلوك حتى هي. يعني نتوما من غير هاد الحوت ممكن نتوما تفننوا ديروا اللي بغيتوا نتوما. انا ما درتش سلطه كبيره، درت حطه وحده فيها لي سالاد هكا في طبيصلات والزعلوك يعني في حطه وحده. انني ما صورش لكم لاطابل، نسيت يعني ما حطيت، وهذا يعني نسيت ما صورت لكم. وريتكم غير كيفاش وجدت هذوك الطبيصلات اللي قلت لكم ديال السلطه اللي جاوا على هذا الشكل هذا، رافقتهم بالحوته. وهذه زعلوك اللي كنطيبها كنشويها فوق البوطه عاداش كنطيبها حتى هي كتجي لذيذه بزاف. حتى شي نهار نخدمها معكم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم.